السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة عواد من مطبخ عزة عواد. النهاردة أنا جبت شوية ملوخية علشان أفرزهم. طبعا قطفتها، لما باجي أقطفها بسيب فيها الجزء ده علشان يعمل لها عرق، ما قطفهاش إلا بالجزء ده كده اهو. لو لاحظتوا هتلاقوها كلها متقطفة والجزء ده فيها اهو علشان يبقى لها عرق. هغسلها كويس جدا تمام، وهرجع لكم اوريكم هنعمل فيها ايه. صلوا على رسول الله، عليك افضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على رسول الله. الملوخية اهي غسلتها وبقت زي الفل. الفوطة دي بتاع المطبخ، يعني بستعملهاش الا للمطبخ. هعمل فيها ايه؟ هحط الملوخية كده تمام، هعمل فيها ايه؟ هلفها بالفوطة كده كده بصوا كده. خفيف كده، اضغط عليها خفيف كده كده اهي. انا عايزاها منديه كده، انا عايزه الملوخيه منديه كده. هبدأ بقى احطها وهبدأ اخرط فيها. خليكم معايا بقى، هخرطها وارجع لكم. صلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله. انا خرطتها اهي بس لسه ما كملتش تخريطها. هعمل ايه فيها؟ هحط معلقه توم كبيره، معلقه كزبره، نص معلقه سكر تمام، وهكمل تخريطها. في بقى خطوه تانية جايه، خليكم معايا اقول لكم الخطوه الاخيره لتفريز الملوخيه ايه. صلوا على رسول الله. الملوخيه اهي اتخرطت تمام. هبدا اعمل ايه بقى الخطوه الجايه؟ خلاص المخرطه كده مش عايزينها. هبدا ميه سخنه وابدا اقلب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الكمية دي هستعمل لها لتر مية سخنة، لتر من المية السخنة، مش مية باردة، لا مية مغلية تمام. وافضل اقلب كده والمية تضيع. احط تاني لحد ما اخلص كمية المية اللي انا غلياها.
اللي هو اللتر الميه. تمام، خليكم معايا وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. افرزها بقى في ايه؟ في الاكياس. احط في كل كيس على قد الطبخه، يعني اشوف انا بعمل قد ايه واعمل الكيس على قد الطبخه. ابدا اخرج منه الهواء. تمام اهو. ده كان الشكل النهائي لتفريز الملوخية اهي. عملتها معاكم خطوة بخطوة. كنتم مع عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ادعوا لأهل فلسطين وغزة، ربنا ينصرهم يا رب، امين يا رب العالمين. اشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.